امتى اعرف لما ابني يلمس منطقته الخاصة ان ده تصرف مش طبيعي ومحتاج متخصص؟ عشان احسم الجدل بين الامهات اللي شايفة ان ده تصرف مش طبيعي او الامهات اللي شايفة ان ده تصرف طبيعي، زي ما وضحنا ازاي نتعامل معاه في الحلقة اللي فاتت، هعرفكم حاجات لو عملها الطفل هنا تصرفه مش طبيعي ومحتاج متخصص. واحد، لما تيجي تشتتي الطفل عن التصرف ده وتديله لعبة بيحبها، ما يرضاش ياخدها وما يتشتتش ويفضل يلمس منطقته الخاصة. هنا هيكون الطفل وجد ان السلوك دوت افضل من اللعبة اللي انت بتحاولي تشتتيه بيها، على الرغم ان اللعبة هي اكتر حاجة بتجذب انتباه الطفل في المرحلة العمرية دي. تاني حاجة، لو لقيتي ابنك بيلعب لعب جنسي مع طفل اخر بعيدا تماما عن مجرد الفضول الجنسي، لان هنا للأسف في احتمالية كبيرة ان ابنك يكون بيقلد موقف سواء كان شافه او حصل معاه. تالت حاجة، لو لقيتي ابنك بيحاول يستكشف المنطقة الخاصة بالحيوانات. هو طبيعي ان هو يستكشف منطقته الخاصة هو، ولكن مش طبيعي ابدا ان هو يستكشف المنطقة الخاصة بالحيوانات. الطبيعي انه يستكشف الحيوان ككل او يلعب معاه بس مش اكتر. فضروري جدا لو لقيت اي تصرف من التصرفات اللي قلتها دي عملها ابنك، هنا لازم تقلق وتلجأ لمختص. اشوفكم على خير الحلقة الجاية.